السلام عليكم. راجل عجوز اختفى شهرين كاملين، ولما ظهر صدم الناس كلها من المكان الغريب اللي كان مستخبي فيه. صلى على النبي واسمع معايا الحكاية. عم مسعد راجل كبير عنده 60 سنة، فلاح بسيط من قرية صغيرة تبع أجا الدقهلية أو المنصورة. راجل فلاح بيعتمد في معيشته على حتتين البهايم اللي هو المواشي اللي بيربيها، وعلى حتة الأرض اللي بيزرعها بياكل منها. عنده 3 عيال، بنتين وولد، والتلاتة كبار. البنتين ربنا كرمهم واتجوزوا ومستقرين في بيوتهم، والولد لسه قاعد معاه. الولد عنده 25 سنة، اسمه طارق. حياة عادية ومستقرة زي بقية الناس. وفي يوم عادي زي أي يوم بيعدي على عم مسعد، بيقوم الصبح يروح الأرض، يجيب البرسيم اللي يعلف بيه المواشي، يرجع على الظهر يعلف المواشي بتاعته، يتغدى، يقوم العصر يصلي العصر، يرجع يقعد ساعة، وبعد كده يروح الأرض تاني. بيروح الأرض يتمشى ويشوف شوية الخضرة اللي زارعهم على شط الأرض، شوية فجل على جرجير على خس. بيروح يقعد يتسلى شوية، يراعيهم، ياخد باله منهم، ويشقر على الأرض. عارفين الفلاح دايما روحه مرتبطة بالأرض، فهيحب دايما يروح أرضه صبح وليل، تلاقي مرتبط ارتباط وثيق كده بالأرض، زينا كلنا كده. فالمهم يقعد شوية، وعلى قبل المغرب لازم يكون في البيت، أو على أقصى تقدير ساعة أذان المغرب، بيقول الله أكبر، يكون داخل بيته يصلي ويتعشى. لكن في اليوم ده مرجعش. عدى المغرب وجات العشاء والراجل مرجعش. لا كده في إن مراته قلقت، اللي هي أم طارق، قالت لابنها طارق: ما شفتش أبوك يا ابني؟ قال لها: لا ما شفتوش، هو سرح بعد العصر راح الأرض وما جاش. قال لها: ياما ممكن يكون عدى على بيت فلان الفلاني ولا بيت فلان الفلاني وهيجي. قالت له: مش بعادة يعني، هو دايما بيجي في الوقت ده من المغرب للعشاء، بيقعد معانا وبيصلي وبيتعشى، وإن كان عايز يخرج بيخرج وبيقول لنا هو رايح فين، إنما ده ما جاش خالص. قال لها: مش عارف زمانه هيجي دلوقتي. عدى بعد العشاء بعشاء وما جاش. يا ابني قوم شوف أبوك فين، اسأل عليه هنا ولا هنا. قال لها: حاضر. طلع طارق يسأل ويلف على أبوه، راح عند جيرانه وراح عند أصحابه. قال يمكن يكون راح عند عمتي الحاجة مسعد، ليه أخت وحيدة اسمها الحاجة سعاد. راح سأل هناك، برضه مفيش. عمل قلق وشوشرة في العيلة، وطلعوا كلهم يدوروا عليه، يسألوا هنا يسألوا هنا يسألوا هنا، مفيش. راحوا الأرض، قالوا يمكن حصل له حاجة هناك، أغمى عليه، نشوفه. مش موجود. راحوا هناك مش موجود. مشوا في الطريق كله يدوروا عليه، يكون وقع هنا ولا هنا، مش موجود. الله، الراجل فص ملح وداب. جه تاني يوم استمر البحث، برضه مفيش. أخت الحاج مسعد اللي هي الحاجة سعاد قالت لطارق: بص يا ابني، انت تروح المركز تبلغ ان احنا مش لاقيين ابوك. قال لها: حاضر. وراح بلغ. عدى اسبوع، عدى 2، والراجل لا حس ولا خبر. اخته اكتر واحده قلقانه عليه واكتر واحده محروقه عليه، اللي هي الحاجه سعاد دي، راحه جاي لقيتوه، راحه جاي ما ظهرش، وتسال ده وتسال ده. اخوها الوحيد وقلبها واكلها عليه يمكن اكتر من ابنه ومراته. كل شويه تسال طارق: الحكومه يا ابني ما سالتش؟ الحكومه اللي هي الشرطه يعني، الحكومه يا ابني ما سالتش؟ محدش سال؟ محدش جاب اخبار؟ ما لقوهوش؟ ما عرفوش طريقه؟ ما عرفوش سكته؟ لا. وطبعا من الاساس لو حد بيسال، طب هو مثلا ما فيش رقم كانوا يرنوا عليه؟ اساسا هو الراجل ما بيشيلش تليفون، هو حته تليفون زراير من القديم وبيسيبه في البيت، على قد ان حد كلمه قالوا. وقلما لو خرج بيه، فين وفين لو خرج بيه. في اليوم ده ما خرجش بيه، التليفون قاعد في البيت، هو سرح راح الارض وسايب التليفون في البيت. المهم عدى شهر، الراجل ما ظهرش. عدى شهرين، واخته هتتجنن عليه، كل شويه: يا طارق ابوك، يا طارق ابوك، وتروح وتلف على رجليه وتسال هنا وتسال هنا، واللي تساله مره ترجع تساله تاني، واللي تكون عنده بكره
تروح له بعد بكرة تسأله، هتتجنن. عدّى الشهرين ولقت إن ما فيش فايدة، والراجل مش ظاهر خالص، والشرطة مش عارفة توصل لحاجة. قالت أمّا أوصلهم أنا أسأل، أشوف وصلوا لحد فين. راحت قسم الشرطة، "سلام عليكم." "ما لقيتوش أخويا يا ابني." "أخوكِ مين يا حاج؟ تعالي." ده العسكري. "أخويا مسعد يا حبيبي، غايب بقى له شهرين." قال لها: "خشي يا حاجة للضابط جوّه اتفضلي." دخلت دخّلوها لضابط النبطشية. "اتفضلي يا حاجة أمورينا." "أنا جاي أسأل على مسعد أخويا يا حبيبي، مقدّمين بلاغ بقى لنا شهرين إن هو مختفي، ولا حِس ولا خبر. أنا جاي عايز أعرف أنتم وصلتوا لحد فين؟" قال لها: "اسمه بالكامل إيه يا حاجة؟" قالت له: "كذا، كذا، كذا." "مختفي إمتى؟" "مختفي كده بقى له شهرين بالضبط." "من قرية إيه؟" "قرية كذا، كذا." دَوّر في البلاغات اللي من شهرين، قرية كذا، كذا بالاسم ده، ما فيش. يقلِّب ويلِف، ما فيش. قال لها: "يا حاجة ما فيش عندنا بلاغ بالاسم ده." "إزاي يا ابني؟ طب مين اللي مقدّم البلاغ يا حاج؟" "ابنه." "كذا، كذا، كذا." يدوّر ويلِف تاني. "يا حاج أنا باقول لِك إحنا ما فيش عندنا بلاغ بالاسم ده." "إزاي؟ طارق قايل إن هو مقدّم بلاغ وإن أنتم بتدوّروا وأنا كل يوم باسأله، إزاي يعني ما قدّمش؟ يمكن أنتم عندكم غلط يا حبيبي، يمكن الورقة اللي كتب فيها الاسم ضاعت." قال لها: "ورقة إيه بس اللي هتضيع يا حاج؟ ما فيش الكلام ده، أنا باقول لِك ما فيش بلاغ اتقدّم. نسجّل لِك بلاغ يا حاجة؟" "سجّل يا ابني بلاغ، أنت لسه هتقول لي نسجّل لِك، سجّل يا حبيبي بلاغ." سجّل بلاغ وبدأ البحث فوري. مين أول واحد هيتسأل؟ طارق. "تعالَ يا طارق، أنت أبوك مختفي من شهرين وقُلت إن أنت قدّمت بلاغ وأنت ما قدّمتش، حصل؟" قال لهم: أيوه حصل." "ليه؟" قال لهم: "أبويا متعوّد أصلًا بيخرج لوحده وبيغيب وبييجي تاني." "بيغيب قد إيه يعني، بيغيب يوم والّا 2؟ "آه." "طب وده يا ابني غايب بقى له شهرين." قال لهم: "ما أعرفش." "أبوك فين يا طارق؟" طارق يسكت. "أبوك فين يا طارق، اعترف يا حبيبي أبوك فين." وشدّوا عليه في الكلام وزنّقوا عليه وقول واعترف، وطارق يدلق اللي في بطنه. "أبوك فين يا طارق؟" "أبويا أنا موّتّه." يا ساتر يا رب! طارق ابن عاق في الأساس، مغلّبهم من صغره. أولًا ما كمّلش تعليم ومتدلّع بما إن هو الابن الوحيد، فكان اللي هو عايزه بيجيبوه له، حتى لمّا شرب سجاير كانت أمه هي اللي بتجيب له، وصاحب مشاكل من صغره هنا وهنا وهنا. ولمّا كبر بقى راجل وبقى عنده 20 سَنة، ما كانش بيثبت في شُغلانة شهر والّا شهرين على بعض، اشتغل كل حاجة وفشل في كل حاجة. اشتغل سباك ونقّاش وبلاط ومحارة وسواق، كل حاجة فشل فيها، وقاعد في البيت مطلّع البلا الأزرق على جتة أبوه وأمه. أنتم وأنتم، أنتم وأنتم، أصحابي عملوا، أصحابي سووا، أنتم ما عملتوش، أنتم ما سويتوش. طب ما هم يا ابني غلابة وعلى قد حالهم، هم يا دوب قيراطين الأرض اللي عنده بيزرعهم وبيعلف البهيمتين اللي بتاكلوا منهم. ما تشتغل يا حبيبي. يقول له: "أنتم وأنتم." أبوه يقول له: "يا ابني اشتغل، يا ابني اثبت في شغلانة." ما بيثبتش في شغلانة، واعمل لي وسوي لي وهات لي، وطلباته كتير. أنا عايز التليفون الفلاني الفلاني، أنا عايز هدوم مش عارف إيه، أنا عايز أعمل إيه، وكل ده على حساب أبوه وأمه الغلابة اللي بيحوشوا اللقمة من بُقّهم ويوفّروها عشان يجيبوا طلبات البيت. لحد الفترة الأخيرة، اخطب لي. طب ما تشتغل يا ابني. أنا دلوقتي يوم ما أخش على باب ناس وأخبّط عليهم وأقول لهم أنا طالب إيد بنتكم، أول حاجة هيسألوا عليها إيه؟ ابنك شغال إيه؟ أقول لهم إيه؟ أقول لهم قاعد عواطلي؟ أقول لهم بيسرح معايا الأرض ومربي البهيمتين؟ ما إحنا لو عندنا أراضي وأطيان كنت قُلت. إنما هم ما فيش، هم 10 قريط اللي حيلتنا أول عن آخر، يا دوب بيأكلونا. نجيب بنت الناس نبهدلها معانا وأنت مش شغال. اشتغل يا حبيبي واخطب لك وأعمل لك كل حاجة. اشتغل يا حبيبي، اخطب لي، اخطب لي. عشان الراجل يرتاح منه ومن زنه قال له: حاضر، حاضر.
هاخطب لك. الكلام ده من 3 4 شهور، بس نعدي السنة دي، نعدي الموسم ده، وحتتين البهايم اللي عندنا يبقوا حلوين كده ويكبروا، ونبيعهم ندورهم، نجيب منهم قرشين وهاخطب لك. حاضر يا حبيبي حاضر. بعد ما قال له اخطب لك، انا عايزك تبني لي شقة لوحدي، وتجيب لي فيها كذا، تعمل لي فيها كذا، تعمل لي فيها كذا. الله. يعني الراجل قال له اخطب لك عشان يبطل زن عن ودانه وينزل عن ودانه؟ ما بطلش، لا ده زاد، وهو قاعد عواطلي مش شغال. ولما بطلب منه الشغلانه حتى لو في الارض يعملها بيعملها بالعافيه. لو طلب منه يسقي بهيمه بالعافيه. طب وبعدين يعمل فيه ده؟ من كتر الطلبات قال له بص يا ابني، انا مش هعمل لك حاجه، ولا هخطب لك ولا اجوزك، الا لما تشتغل وحالك يتظبط ويتصلح وتجيب فلوس. غير كده لا ليك عندي لا خطوبه ولا جواز. اجيب لك منين؟ من هنا لهنا شدوا مع بعض. الواد شالها في دماغه وحزت في نفسه. ازاي تقول لي انا مش هخطب لك ومش هجوزك؟ ازاي؟ في اليوم ده بقى العم مسعد راح في الارض. طارق دارت في دماغه. قال لك يا عم هو الراجل ده هيفضل واقف ليه لقمه في الزور؟ ما يغور يا عم ونستفاد من حته الارض اللي وراه. قام جاي رايح لابوه، عاقد النيه، رايح ومعاه خشبه. كنا قرب المغرب، يعني يا دوب ابوه هيجي راح لحقه في الارض. انت يا راجل انت بتقول لي لا هخطب لك ولا هجوزك ولا هعمل لك ولا اسوي لك؟ الارض دي تبقى بتاعتي، البيت اللي هناك ده يبقى بتاعي، البيان دي تبقى بتاعتي. انت مالكش حاجه، انت مفكر نفسك ليك لازمه. حسبي الله ونعم الوكيل. ابوك يا طارق، لا اله الا الله، شد مع ابوه وقام جاي زي ابوه في الارض، وبالخشبه خبطتين على دماغه. الراجل اغمى عليه، كان لسه فيه النفس، قام مكمل عليه ضرب 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 لحد ما فرق الحياه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك ابن عم. يعمل ايه بعدها بقى؟ قريب من الارض مصرف، مصرف ميه. يروح في المصرف ده نازل منه ماسورة مجاري، اعزكم الله، مجاري صرف صحي اللي جاي من القرية. ياخد الخشبة طبعا يرميها في المية، أداة الجريمة، ويشيل أبوه على كتفه ويمشي بيه ما بينه وبين المصرف ده 200 متر. طبعا كنا خلاص، كان الليل دخل، مفيش حد في الأرض خالص، والناس كلها روحت. الفلاحين بتنام من بدري وبيروحوا من بدري، يعني آخر واحد بيروح فيهم قبل المغرب. طبعا الكلام ده لما راح لأبوه كنا خلاص، كنا بقينا في فم المغرب، وعلى ما قامت الحكاية والحوار كنا بقينا بعد المغرب ما فيش حد في الأرض ولا حد حس بيه. لفع أبوه على كتفه زي ما بنقول، وراح بيه لحد المصرف، ونزل تحت عند شط المية المقرفة، عند فوهة الماسورة، عند فتحة الماسورة، ومدخله في الماسورة. فين؟ في ماسورة المجاري اللي بتنزل قرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. دخل وفضل يزقوا فيها يزقوا فيها يزقوا فيها لحد ما أخفاه جوه الماسورة خالص. ومن يومها وهو سايبه هناك. رجع طبعا من بره غسل واستحمى ولا محسد بيه ولا بتاع، وفكر إن هو كده هيهرب بجريمته، إن هو كده أخفاه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ابن عاق. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف كده أف، وأنت بتتأفأف منهم، حرام. أبوك وأمك دول يا ابني دول السند والظهر اللي ليك في الدنيا. لما بيروحوا بتتيتم. اللي ملوش أب بيتمنى يكون ليه أب، اللي ملوش أم بيتمنى يكون ليه أم، بيتمنى نفسهم في الدنيا. ما الأمثال دي ما طلعتش من فراغ. عارف كلمة حسك في الدنيا؟ هو كده الحس، بيتمنى الصوت بتاعه في الدنيا، مش حتى كوجوده بس، لا ده لو صوته يا أخي موجود، لو بسمع صوته الصبح وهو بينده عليا، لو بسمع صوت أمي وهي بتصبح عليا، تتيتم وضهرك يتكسر لو مش موجودين. بتحس إن أنت وحيد مهما يكون مين اللي جنبك، أخ أخت صاحب زوجة زوج أيا كان. ما يعوضش أبوك وأمك حد أبدا. ربنا يخلي أباتنا وأمهاتنا، يرحم اللي توفى منهم، ويشفي اللي عايش على وش الدنيا، ويحفظ بيوتنا ويحفظ عيالنا من كل شر يا رب. طبعا القضية جديدة والتحقيقات لسه شغالة فيها، والعدل هياخد مجراه إن شاء الله.
ودي كانت نهاية حكايتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.